مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. لا شك أن تحرير الموصل وبلداتنا في سهل نينوى بإنهاء الاحتلال الإرهابي الداعشي أعاد وسيعيد الأمل بعودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم وديارهم على خط الشروع. ما هي الخطوات المطلوبة لتوثيق مخلفات جرائم داعش بالصوت والصورة لكي لا ننسى ما جرى؟ هناك أكثر من سيناريو مطروح الآن بشأن مستقبل محافظة نينوى. ما هو المستقبل المطلوب لهذه المحافظة؟ هناك جهود تبذل من أجل إدراج اسم السريان في الدستور العراقي والبطاقة الوطنية الموحدة. أين وصلت هذه الجهود؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي في الاستوديو، نيافة المطران مار نيقوديموس داود متي شرف، رئيس برشية الموصل وكركوك وإقليم كردستان للسريان الأرثوذكس، من خلال هذا الحوار الخاص وقناة عشتار الفضائية. أهلا ومرحبا سيدنا. أهلا وسهلا أستاذ شمعون، الله يخليك. سيدنا، لنبدأ هذا الحوار بمعركة الموصل، وكما قلت في هذه المقدمة وببلداتنا المحررة في سهل نينوى. لا شك أن تحرير محافظة نينوى وكذلك بلداتنا في سهل نينوى أعاد وسيعيد الأمل إلى أبناء شعبنا بالعودة من المناطق التي نزحوا إليها إلى بلداتهم المحررة، إلى ديارهم، إلى كنائسهم. كيف تقرأ أنت أهمية هذه الانتصارات على الروح الإيمانية لدى أبناء شعبنا؟ قبل كل شيء مرحبا بكم وشكرا جزيلا لهذه الاستضافة الكريمة في برنامجكم الموقر. وأنا ممتن في أنه في هذا الوقت بالذات أنه نسلط الضوء على هذه الأمور المهمة جدا، واللي تحتاج حقيقة في هذه الفترة الدقيقة أن ننتبه كثيرا لكل ما يجري من حولنا من تغييرات ومتغيرات، ومثل ما ذكرتم سيناريوهات كثيرة لهذه المنطقة يجب أن نكون على وعي كامل في التعامل معها. نعم. أكيد التحرير، مجرد كلمة التحرير هي كلمة مفرحة. نعم. هي كلمة تبعث على استعادة الأمل، على الرجاء، على انتصار الحق على الباطل، على بزوغ نور الشمس بعد ظلمة لمدة أكثر من 2 سنين. وأكيد راح تعطي دافع للشعب، دافع قوي أيضا أن يفكرون بجدية في العودة إلى مناطقهم وبلداتهم، لأن هذا أمر طبيعي. وجودهم في اليوم في إقليم كردستان العزيز، وإن إقليم كردستان أيضا نحن نعتبره أرضنا وأرض آبائنا وأجدادنا، ووجودنا فيه ليس بغريب وليس بجديد، ولكن بالنسبة للفترة الحالية هو وضع مؤقت وليس وضع دائمي، أو ممكن أن يستمر لفترات طويلة، لأنه أصلا بني هذا الوجود على حالة غير مستقرة وغير منطقية وغير طبيعية، التي هي دخول داعش الشر إلى نينوى كمحافظة وكمركز مدينة وكأطراف اللي هي قرى سهل نينوى. الأمل أكيد يستعيد بمواضيع، أو عندما نذكر التحرير، عندما نذكر التحرير لازم نتذكر الناس الذين يتعبون من أجل هذا الأمر، القوات الأمنية، الجيش العراقي، البيشمركة، كل من يساهم من أبناء شعبنا، أيضا المسيحيين المنخرطين في هذه العملية، عملية التحرير كجهات عسكرية تساهم هي أيضا في هذا التحرير، وكل من يساهم. نعم. مع احترام أسمائهم الموقرة جميعا، حج الوطني، حج الشعبي، كل من يساهم في أن يخلصنا من داعش
يخلصنا من هذا الشر نحن نحترمه ونقدره وننظر له بعين كبيرة ونتمنى له الموفقية ونطلب الرحمة لأرواح الشهداء من كافة القوات التي ساهمت في تحرير هذه المناطق. طبعا ما كمل التحرير، هذه بداية التحرير، وإحنا نتمنى أن يكمل بأسرع وقت ممكن. نعم. سيدنا نيافة المطران مار نيقوديموس داود متي شرف، أنتم لكم نشاطات مكتظة ومتعددة الجوانب، وخاصة في إطار مسؤولية الكنيسة وفي هذه اللحظة التاريخية. أريد أن أسألك ما هي أهم هذه النشاطات التي قمت أنت بها بشأن وحدة الكنائس العراقية؟ حقيقة نحن من اليوم الأول للتهجير القسري الذي لحق بنا وبشعبنا والظلم الذي أصابنا ككنيسة مسيحية وكمكون مسيحي نحن في هذا العراق الغالي وفي هذا الوطن. طبعا احنا نظل نقول غالي وحبيب رغم انه هو متعب ويتعب اولاده، يعني احنا الحمد لله والشكر في هذا البلد أتعابنا أكثر من أفراحنا، لكن ما حد يختار لا أمه وأبونه ولا يختار وطنه، هذا اختيار، احنا ولدنا في هذا الوطن وهذا أمر محتم علينا. المهم نحن من اليوم الأول كان لنا عمل جدا مهم مع أخوتنا بقية الكنائس، لأن احنا شعرنا وما زلنا نشعر، وأنا حقيقة شخصيا هذا الأمر ربما انتبهتم في كثير من اللقاءات وكثير من النشاطات اللي قمنا بها أأكد عليها أنه نحن رغم تعدد التسميات واختلاف وجهات النظر إلا أن نحن واحد في المسيح، ونحن أخوة في هذا الوطن وأخوة في المعمودية، ونحن ننتمي إلى إيمان واحد، ونحن ننتمي إلى أرض واحدة، ونحن دمنا واحد، شاء من شاء وأبى من أبى. ولهذا يجب أن نركز على الأمور التي تجمعنا وليس الأمور التي تفرقنا، لأن العدو يفرح ويبتهج في كل أمر يفرقنا. ولهذا نحن من اليوم الأول عملنا مع أخوتنا من المطارنة من الكنائس الشقيقة في المنطقة في أن نكون عملنا موحد لكي نستطيع أن نواجه هذه الهجمة الشرسة جدا على أولادنا. وكل المؤتمرات التي قمنا بها، قمنا بعديد من المؤتمرات، من الزيارات، من المشاركات في مؤتمرات دولية على نطاق أمريكا وأوروبا والاتحاد الأوروبي بالذات، وكثير من المناطق، وحتى في الشرق في لبنان وفي الأردن وفي الإمارات، وشاركنا في كثير من المؤتمرات. والغاية الوحيدة هي إيصال آلام هذا الشعب والظلم اللي لحق بينه إلى كل العالم، وأن نحاول أن نوعي العالم كلته في أنه هذا الظلم الذي لحق بنا إذا ما احتويتمه وإذا ما كان لكم يد في أن ينتهي، الظلم لا حدود له والشر لا حدود له، راح يمتد إلى حتى الغرب. وشفنا أيضا ما لحق بالغرب من هذول الأشرار الإرهابيين المتعصبين الذين يرفضون الآخر. فحقيقة كان لنا أنا وكل أخوتي من بقية الكنائس المطارنة الأجلاء والبطاركة والجميع كان دور كبير للكنيسة مثل ما صار معروف لدى الجميع، وهذا ليس بفضل، وإنما شعرنا أن هذا واجبنا تجاه شعبنا، تجاه إيماننا، تجاه ضميرنا، وتجاه القضية، لأن القضية هي كبيرة جدا. أنا أتمنى أنه في حالة تم التحرير ورجعنا ما ننسى بسرعة. أكيد ما نحقد، أكيد ما نحقد، لكن ما ننسى بسرعة. نحن كانت مشكلتنا الكبيرة التي واجهتنا طول هذه السنوات أنه بعد كل جريمة ترتكب في حقنا ننسى ونتعامل بكل شفافية وحب وإخلاص مع من اعتدى علينا. أنا ما أريد أنه نتعامل بالشر، لا،
راح نظل نتعامل بحب لأن احنا مسيحيين، راح نظل نتعامل بإخلاص، لكن يجب أن نتعامل قبل الحب والإخلاص بحكمة مع من يتعامل معنا. هذا شيء جدا مهم، فما لازم ننسى هذا الأمر. ولهذا نحن كنا نأكد في كل نشاطاتنا، في كل ندواتنا، في كل محاضراتنا، لقاءاتنا، قداديسنا، كرازاتنا، مواعظنا، على أمرين مهمين: أنه نحن ننتمي لإله كان نبهنا وقال سيكون لكم ضيق في هذا العالم ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هذا الأمر يخلينا أولا لا نفقد الأمل، ثانيا أن نثبت في أرضنا رغم كل الضيقات ورغم كل المتاعب، ثلاثة أن نستطيع أن نستمر، لأن الاستمرار في هذه الظروف القاسية هو أمر صعب جدا. أعتقد كل نشاطاتنا وكل أعمالنا كانت تصب في هذا الأمر. نعم. سيدنا ذكرت أنه لا ننسى ما جرى. نعم. الذاكرة المسيحية بحاجة الآن إلى أن تتسلح بالدروس والعبر. نعم. لما جرى. نعم. وإن رصيدها ينبغي أن نوثق ما خلفه داعش. أنت يعني كيف ترى هذه الخطوات؟ هل هي أفضل من الخطوات الأخرى عملية التوثيق؟ نعم، حقيقة جدا مهم. اليوم نحن لما كنا نزور أي دولة متحضرة نشوف في كل مكان تركين فد أثر من الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية. نعم. يتركون فد أثر حتى الشعب ما ينسى هذا الأمر ويتذكر ما مر بينه من ضيق حتى ينهض من هذا الضيق إلى بداية جديدة. نحن تعودنا لما كل ما تهدم كنائسنا نرجع نبنيها من جديد، أو كل ما تتعرض لتخريب مثل ما حدث بكنيسة سيدة النجاة. هذاك التخريب وذاك الدم وذاك القتل تعمرت وترممت وتجددت ومحوا كل آثار الجريمة. يعني أنا وأيضا في كثير من كنائسنا، وليست كنيسة سيدة النجاة، كل كنائسنا اللي تعرضت لجرائم كنا نعمره ونجدده ونصبغ، فهذا الشيء مو صحيح. أوكي نعمر ونجدد ونصبغ، لكن نترك منطقة معينة ونكتب تحتها هذا حدث في التاريخ الفلاني. هذا ليس لنا ولكن لأولادنا وللأجيال القادمة. نعم. حتى يتذكرون دائما هذه الفترة ويكونون حكماء في التعامل مع الواقع الذين يعيشون به. أنا شخصيا تحدثت مع الآباء الكهنة قبل فترة ومقررين في حالة عودتنا إن شاء الله لمناطقنا، لما راح نرمم الكنائس أو حتى البيوت، أنا أتمنى نترك جزء من الخراب الذي حدث ونكتب تحته أنه هذا حدث بيد داعش، دولة العراق الإسلامية في العراق والشام في تاريخ الفلاني، حتى أولادنا دائما يتذكرون ويكونون حكماء في التعامل مع من حولهم. ليس ليحقدوا، أأكد على هالنقطة، ليس ليكرهوا، لأن الكره والحقد هي ما من صفات المسيحية وإحنا ما نقابل شر بشر، لكن لكي يكونوا حكماء ويأخذوا الدروس والعبر. التوثيق جدا مهم. يجب كل مناطقنا ما تعرضت له أن يوثق بالفيديو والفوتوغراف والكتابة أيضا، يوثق كل شيء، كل ما حدث. حقيقة سمعت الآن السيد محافظ نينوى الحالي، تعرف احنا كل يوم عندنا محافظ الحمد لله، حتى بهالظروف القاسية هالأمور ما تنتهي، ما المهم. فالسيد محافظ نينوى اليوم هو والبلدية ينظفون الشوارع في بلداتنا في سهل نينوى، في قرقوش وفي برطلة وفي هالمناطق. ما أعرف ليش كثير مستعجلين، هل هو حب؟ ما نعرف هذا الحب ليش ظهر فجأة. أنا أتمنى أن نكون حذرين من هذه العمليات. التنظيف هو ما كثير مهم بقدر ما هو مهم التوثيق، لأن من الممكن في عمليات التنظيف تمحى الكثير من الآثار
التي هي توثق الجرائم التي حدثت لنا. بعدين احنا لازم نكون حكماء، لا نكون عاطفيين. نحن مشكلتنا في الشرق انه نحن كثير عاطفيين، نتعامل مع كل امر مو بعقلانية كبيرة ولكن بعاطفة. يعني دليل، انا احترم كل الاحترام آراء الجميع، ولكن عندي ملاحظات أتمنى أنه تقبل كرأي. شفتم قبل أيام ذهبوا أخوتنا من قرقوش ودفنوا امرأة في مقبرة قرقوش، وبعد فترة دفنوا شخص آخر، سمعتوا لحد الآن صاروا 2. يعني أنا ما أعرف أشني الحكمة، هل هي دعوة للعودة؟ العودة الآن هي غير صحيحة. إذا ما تعودوا الناس اليوم على الذهاب للدفن وقبلوا أن يرجعون على مناطقهم من دون ما أن يسمحونا أن نعمل عملنا في أن نحقق لهم العودة الآمنة مع الكرامة، راح تكون هذه خطوة جدا خاطئة. لأن احنا صار لنا 2 ننادي في أنه ما راح يكون أكو عودة لأي منطقة من مناطقنا بدون أمن وكرامة. اليوم داعش راح يقضون عليه عسكريا، لكن الفكر الداعشي ما حد يقدر يقضي علينا، التعصب ما حد يقضي علينا، هذا موجود. ونحن ما أول مرة نتعرض لهذا الشيء، التاريخ يشهد في كثير من الأحيان من المرات احنا تعرضنا. من 2003 إلى 2014 5 مرات تهجرنا من الموصل. قبل 2003 قبل 50 سنة الشواف وغيرها كم مرة هجرونا، تهجير اليهود، تهجير المسيحيين، الشعب الذي ذهب إلى بغداد كله نتيجة الهجرة من الموصل. إذا نحن ما يصير نكون سوري أنا آسف من العبارة بالسذاجة هذه أنه ننسى ونقول يلا بدنا نرجع، ما يصير نكون عاطفيين. يعني لازم نكون جدا حذرين، لا نستسهل العودة بدون أمن وكرامة. لأن أنا من منبر عشتار أقول لكل أخوتي المسيحيين، لكل المكون المسيحي وبالذات الذي تعرض للتهجير، إذا لم نعود بشروط التي هي أهم شرطين الأمن والكرامة، إذا أول مرة حافظنا على نسواننا وبناتنا وأعراضنا، ثاني مرة ما راح نقدر نحافظ عليهم. خلي ننتبه، لازم ننتبه بشدة، لا نكون عاطفيين. يعني إذا اندفن الميت هوني، هاي صار لنا 2 كنا ندفن الميتين هوني، في يوم القيامة اللي اندفنوا بعينكاوة ما راح يقومون، واللي اندفنوا بقرقوش راح يقومون، الكل راح يقوم مع المسيح. لازم نكون حكماء. هذه التصرفات تبعث رسالة في بعض الأحيان غير صحيحة. أتمنى أنه ننتبه، ما نكون سريعي العودة. أوكي أنا أتمنى اليوم أرجع، لكن أرجع بأمن مثبت ومكتوب ومضمون وكرامة كاملة لهذا الشعب. يكفي، نحن عشنا لفترات طويلة بدون كرامة في هذا الوطن، ويجب أن نقول كفى لهذا الحدث. نعم. سيدنا، نأتي إلى محافظة نينوى مرة أخرى، وهناك أيضا كما قلت في هذه المقدمة، مقدمة الحوار، هناك سيناريو مطروح بشأن مستقبل محافظة نينوى، وهناك أيضا تناقض وتعارض بين بعض هذه السيناريوهات. أنت كيف ترى مستقبل هذه المحافظة؟ أستاذ شمعون، حقيقة هو مو سيناريو واحد، مثل ما ذكرت سيناريوهات كثيرة موجودة، والأجمل في هذه السيناريوهات أنها تدرس بين مجاميع أو بين ناس، ويتجاهل هؤلاء الناس دور الآخرين في مصير هذه المنطقة. يعني نشوف نحن عبر الأخبار أنه فلان زار فلان، وفلان راح عند فلان، وفلان قعد مع فلان، حتى يخططون إلى مستقبل المنطقة. زين، والأقليات أشوف نحن ما حد يبعث علينا، أشوف نحن ما حد كي يسألنا، أشوف نحن ما حد كي يقول أنتم أشنو رأيكم في مصير مناطقكم، في مصير المنطقة التي أنتم أصل ناس بها.
ما حد يسألنا. يعني قضية نينوى هي ليست فقط عربية كردية، هي ليست فقط سنية شيعية. قضية نينوى هي كل من هو موجود في نينوى، كل المكونات وإن كان نفر واحد. هي قضية عربية كردية سنية شيعية يزيدية كاكائية تركمانية سريانية كلدانية آشورية مكون مسيحي، خلينا نقول مسيحية. هي كل هذولي أو آسف إذا نسيت أحد، صبية آسف إذا نسيت أحد. هي تخص الكل، ونحن ما راح نقبل ولا راح نسكت على أي سيناريو جاهز يكتب ويعاد ويقدم لنا ويقولوا لنا وقعوا وتعالوا اقبلوا. أبدا، خلي يعرف الجميع أنه إحنا خسرنا كل شيء، وما بقى عندنا شيء نخاف عليه أنه نخسره. ما بقى أكو شيء نقول لا نرفض وبعدين نخسر، خسرنا كل شيء، ما بقى شيء نخسره. فنحن ما راح نقبل بأي قرار يفرض علينا، بأي سيناريو يفرض علينا. ما راح نقبل بأي سيناريو نحن ما لنا يد ودور بينه، ودور واضح جدا، ودور واضح جدا. أبدا ما راح نقبل. فلهذا أتمنى ممن يعدون هذه السيناريوهات أن يخلون هاي النقطة في بالهم. حقيقة ما نعرف ايش راح يكون مصيره، لأن الصورة جدا ضبابية غير واضحة، معقدة جدا. الكل يريد ياكل من هالكيكاي، وما أعرف إيش قد راح يقدر يحصل حصة من هالكيكاي حتى ياخذ من هالمنطقة. الكل يسير وفق مصالحه، وفق هو ايش راح يحصل من هالمنطقة. احنا ما ضد. اوكي، هسه اليوم السياسة العالمية كلها تمشي وفق المصالح، لكن نحن ايضا الشراكة هي امر مهم جدا. يجب ان لا ينسون كل الشركاء الذين يعيشون في هذه المنطقة. قلت وان كان واحد، وان كان شخص واحد، يجب ان لا يغبن حقه اذا نريد احنا فعلا احقاق الحق، وان يكون اكو عدالة، وان يكون اكو ديمقراطية في هالمنطقة. فالسيناريوهات هي كثيرة، بس ما نعرف نحن اليوم جدا الصورة ضبابية. ايش راح يكون مستقبل المنطقة ما نعرف، منو راح يدير المنطقة ما نعرف، مع منو راح تكون مرتبطة ما نعرف. كل هذه امور ضبابية، لان احنا كل يوم نسمع سيناريو جديد. فالان نحن ننتظر ونترقب ونتفرج، وراح نتحرك في الوقت المناسب. وعدنا أيضا تحركاتنا التي تصب في خير المنطقة وليس في مصالحنا فقط. نعم، من ضمن خير المنطقة مصالحنا. نعم، احنا تحركاتنا وفق هذا الأمر. سيدنا، نأتي إلى المجتمع الدولي. المساعدة المطلوبة من هذا المجتمع الدولي لمحافظة نينوى ولمناطقنا بعد التحرير، كيف يتصورها نيافة المطران مار نيقوديموس داود متي شرف؟ حقيقة أستاذ شمعون، المجتمع الدولي مثل ما ذكرت قبل شوية، كل المجتمع الدولي ما لازم نكون غشيمين، يتحرك وفق مصالحه هو. نعم. فكل المجتمع الدولي راح يتدخل وفق ايش قد راح يربح، ايش قد راح يكسب، ايش قد راح تكون له مصالح محققة في المنطقة، إلا هو ما راح يجي يتدخل لسواد عيون أي أحد. طيب. فنحن لازم نكون حكماء ونعرف شلون نتعامل. نحن نحتاج لدور المجتمع الدولي بشكل كبير. نحن نحتاج للمنظمات الإنسانية التي يوجد منها الكثير الذين بالفعل يعملون بشكل مهني إنساني. نحن نحتاج أن يكون تعامل كثير مع هذول الناس، لأن أنا لمست يوجد كثيرين فعلا عندهم حس إنساني يبحث عن حقوق الإنسان. يجب أن نركز على هذول أكثر من غيرهم. أكيد للمجتمع الدولي دور، وبالذات في أمر الأمن لهذه المنطقة. نحن قلناها وسنقولها وسنبقى نتحدث في هذا الأمر إلى أن يتم. نحن نحتاج، فقدنا الثقة بمن هم من حولنا لأسباب عدة، أو لعدم الإمكانية، أو لعدم يعني
الإرادة الحقيقية في الدفاع عننا، أو في تعصب معين لأسباب عديدة فقدنا الثقة بالذين من حولنا. فلهذا اليوم نحتاج لضمانات دولية موثقة. طبعا احنا لما نقول نحتاج أمن وحماية دولية، أبدا ما بالضرورة أن تكون أكو جيوش وناس على الأرض. قرار سياسي نحتاج أن يقول هذه المنطقة محمية. احنا شفنا لما الأمم المتحدة في زمن الدكتاتور صدام، النظام الزائل، لما قالوا له هذه المنطقة مناطق الكردية، هاي المنطقة ما تجي له. كان قرار سياسي صح ولا لا؟ نعم. والتزمت بين الحكومة في هذاك الوقت وما قدروا يقتربون. نحن أيضا نحتاج إلى قرار سياسي في مناطقنا إذا ما يريدون أن ينزلون الناس على الأرض، وليس إلى الأبد، إلى أن يكون هناك حكومة قوية تقدر أن تحمي شعبه، لأن هذا وظيفة الحكومة ومهمة الحكومة. فنحن نحتاج إلى قرار سياسي يحمينا في مناطقنا، هذه هي مهمة المجتمع الدولي، زائد موضوع مهم اللي هو رفع الألغام من مناطقنا. أيضا للمجتمع الدولي دور كبير، زائد إعادة إعمار مناطقنا والمساهمة الكبيرة، لأن نحن شعبنا فقد كل شيء، ما راح يقدر يبني من كيفه. وإذا نعتمد على الدولة، شفنا الحكومة ايش قدمت لنا في السنوات الماضية. فنحن نحتاج المجتمع الدولي أن يكون له دور كبير في إعادة إعمار مناطقنا حتى نقدر نبقى. هذا الدور راح نحتاج من المجتمع الدولي: الحماية، رفع الألغام، إعادة الإعمار. نعم سيدنا، أيضا يعني إعادة إعمار مناطقنا وبلداتنا في سهل نينوى بدورها وكنائسها وشوارعها ومؤسساتها، وكذلك محافظة نينوى بعد التحرير أيضا هي من المسؤوليات الوطنية. ما هي يعني نصيحتكم على هذا الطريق؟ نصيحتي لمن؟ للحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والجهات الساندة معها. يعني أيضاً. أنا أقول لكل من بيده القرار اليوم، نعم، كائن من يكون بدون ما أسمي، نعم، أقول له الشعب فقد الثقة بيك، ويوجد انتخابات، ويجب أن تستعيد ثقة الشعب لتربح وتفوز في هذه الانتخابات. نعم. فيجب كل من بيده القرار أن يكون حكيم، وأن يساهم مساهمة حقيقية وفعالة وواضحة جدا، خالية من الفساد الكبير، لأن لازم يكون اكو فساد. احنا راضيين بالفساد القليل، بس احنا مشكلتنا مع الفساد الكبير. فخالية من الفساد الكبير في إعادة إعمار هذه الكنائس والأديرة والمناطق والجوامع وكل ما هدم. نعم. والمزارات اليزيدية، المزارات اليزيدية صارت أرض. كل ما هدم، حتى لو دكان، حتى لو كشك، هذا الشخص اللي بنانه تعب وعرق وصرف مجهود حتى يعمله. إعادة إعمار كل المنطقة بما فيها أمر مهم يقوم به من بيدهم القرار، إذا كان من الحكومة المركزية، إذا كان من حكومة كردستان، إذا من أي مكان، من يقول أنا بيدي القرار، فليكن هذا الكلام مترجم إلى أفعال حقيقية يلمسها الشعب، لأن الشعب فقد الثقة ويحتاجون الكثير من العمل لإعادة هذه الثقة، وبالذات الحكومة المركزية تحتاج إلى العمل الكثير لإعادة ثقة الشعب بها، حتى على الأقل يربحون بالانتخابات ويبقون بالكراسي وتبقى رواتبهم العيلية يظلون يأخذوها. سيدنا، نأتي إلى التعايش والتضامن والتطلع إلى محبة الآخرين، وخاصة بعد عملية التحرير. هذه الفكرة هي واحدة من الضمانات التي يعني تحاول أن لا يتكرر ما جرى في السابق. نعم. برأيكم ما هي يعني البرامج، ما هي الأفكار، ما هي
المشروعات التي تطرح لدعم هذه التوجهات؟ بالحقيقة أنا كثير أكد كلمة بالحقيقة، لأن ما لا نستطيع أن نقول غير كلمة الحقيقة. هذه النقطة ما كثير نحن لنا دور بها بقدر ما الطرف المقابل له دور، لأن نحن من يومنا ودائما السباقين في التعايش، وليس التعايش بل العيش، لأن هنالك فرق بين التعايش والعيش. التعايش هو أمر مضطر أنت علينا، مرغوم علينا، لكن العيش هي حياة تعيشها مع الآخر بفرح، بحب، بانفتاح. هذا الأمر نحن كمكون مسيحي طول عمرنا نعيشه، والدليل أنه إحنا نقبل أن نعيش مع أي أحد أنه نحن أصحاب هذه الأرض فتحنا أبوابنا لمن هو ليس من هذه الأرض أن يدخل ويعيش معنا، وهو ما فهم هالنقطة وما قدر أن يعيش معنا أو يتعايش معنا، بحيث حولنا من أصحاب أرض إلى أقلية، ومن ثم إلى لاجئين في أرضنا. إذن هذه النقطة هي ما كثير المسؤولية أو الثقل بها علينا، لكن هو على الطرف الآخر. نحن ما يقع علينا هو دائما نحن نقول لأولادنا، طبعا قبل كنا نقول عفى الله عما سلف، هسه عفى الله عما سلف مع أن لا ننسى. هذول لازم يمشون مع بعض. نحن نسامح مع دائما التذكر في ما حدث لنا. نحن ما بقى عندنا استعداد أن ننسى كل ما حدث لنا ونتعرض مرة أخرى لهكذا انتهاكات. هاي انتهت لأن بلغ السيل الزبا. لكن اليوم نحن نتعامل بحكمة، نحب الآخر، ننفتح على الآخر، لا ننتقم من أحد، فالانتقام هو لله. لا ننتقم من أحد، مستعدين أن نعيش مع الجميع، مع الجميع بدون ما أسمي. نحن كمكون مسيحي عندنا استعداد أن نعيش مع الجميع تحت قانون، وفق قانون، وفق حقوق مكتوبة منظمة تضمن حق كل إنسان، كل فرد في هذه المنطقة. فنحن مستعدين لأن نعيش ونتعايش مع الجميع، لكن هل المقابل الطرف الآخر عنده هذا الاستعداد أن يعيش ويتعايش معنا من دون ما أن يتعامل معي كذمي، من دون ما أن يتعامل معي كدرجة أدنى، من دون ما يتعامل معي كرقم 2 درجة ثانية، من دون ما أن يتعامل معي كدين أوطأ؟ أنا ما بقى أقبل أعيش بهذا الشكل، أو أعيش بكرامة، أو بلا إياها. هل أعيش يا جماعة؟ بلا إياها. أنا أريد أعيش بكرامة. أنا محترمك، محترم دينك، محترم مكانتك، محترم كل ما تؤمن به، حتى لو كنت تعبد فارة، لو كنت تعبد حجرة، هذا ما يخصني. أنا أحبك كإنسان. السيد المسيح قال حب أخوك ما تحبه حب لأخيك ما تحبه لنفسك، بس ما حدد منه أخوك. كل إنسان هو أخوي، فأنا أحبه وأحبه مثل ما هو بدينه بوضعه، لكن هل هو عنده هذا الاستعداد أن يحبني مثل ما أنا؟ إذا عنده استعداد إحنا راح نعيش مع بعض، إذا ما عنده استعداد وريفضني فهذه مشكلته وليست مشكلتي. أنا دائما ننصح أولادنا، ننصح شعبنا أنه ننفتح على الجميع، نحب الجميع، نعيش مع الجميع، نتعامل ونتعاون لازدهار وبناء هذا الوطن الذي نعيش معه، من دون ما أن ننظر إلى خلفيته السياسية، الدينية، العرقية. هذا ما يخصنا الموضوع. نحن كمكون مسيحي هذا تفكيرنا، لكن بقية المكونات اشني تفكيرها ما نعرف. لكن أنا أشعر أنه يوجد ما ينظم كل هذا الأمر، هو القانون. إذا كان هنالك قانون قوي في هذا البلد يحكم الجميع، الجميع سيعيش بسلام. احنا اليوم عايشين في كردستان، الأكراد مسلمون أليس كذلك؟ نحن نعيش معهم بسلام. لماذا؟ لأن هنالك قانون يحكم هذه المنطقة. القانون يحميني مثل ما يحمي الكردي،
يتعامل معي كمواطن وكإنسان ذات كرامة مثل ما يتعامل مع الكردي كإنسان وكمواطن وكرامة. إذا لا، ما عندي مشكلة، أنا راح أعيش وأبني وأزدهر ونبني هذا الوطن مع بعض، لأن هو وطن الجميع. مثل ما يقولون العبادة والديانة لله والوطن للجميع، الوطن للجميع. فأيضا في نينوى وفي محافظات سان نينوى وفي كل بقعة من بقاع هذا العراق، في كل منطقة، نحن كمكون مسيحي عندنا استعداد أن نعيش مع الجميع تحت ظل القانون، تحت ظل الاحترام، تحت ظل الكرامة. لكن هل المقابل عنده هذا الاستعداد أم لا؟ ما نعرف. نتمنى ونصلي أن يكون عنده هذا الاستعداد وهذا الانفتاح. نقطة معه. خلصت أستاذ شمعون؟ نعم، هناك أسئلة أخرى أيضا. أوكي، أكو نقطة بس أريد أثيرها، هي مهمة، وهذه نصيحة للدولة. الابتداء هو من الطفل، البداية هي من الطفل، وعندما أقول من الطفل أي من المدرسة. أركز على تغيير مناهج الدراسة والتركيز على الأخلاق والمواطنة وحب الآخر والانفتاح في هذه المناهج، ورفع من هذه المناهج الدراسية كل ما هو يرفض الآخر ويكره ويحض على القتل والغزو وإلى ما ذلك من هذا التاريخ المتعب. إذا ما استطعنا أن نبني جيلا من خلال المدارس جديدا يحب الآخر، يحب بعضه البعض، سوف ننجح في إعمار هذا الوطن، وإلا فالأمور هي صعبة وصعبة جدا. نعم سيدنا لدي سؤال آخر يتعلق بالسريان. نعم. هناك جهود كنسية وجهود أيضا رسمية تعمل من أجل إدراج اسم السريان في الدستور العراقي والبطاقة الوطنية الموحدة. نعم. يعني نريد نسمع منك سيدنا أين وصلت هذه الجهود؟ حقيقة الكل سمع بالفترة الماضية على اللغط اللي صار والمشكلة الكبيرة اللي حدثت بسبب الغبن والإجحاف الذي لحق بجزء من المكون المسيحي الذين هم السريان في هذا العراق. السريان هذا أمر يعرفه القاصي والداني، والتاريخ الصحيح يثبته. هم أبناء أو هم خلفاء أو هم أحفاد الآراميون. نعم. نحن شعب آرامي سرياني، والشعوب الآرامية السريانية هي كانت موجودة في مناطق ما بين النهرين العليا والسفلى وسوريا وتركيا وبلاد الشام، وهذه المناطق كلها من قبل المسيح، يعني من آلاف السنين كانت الممالك الآرامية منتشرة. وإذا كان غير إمبراطوريات وغير ممالك تعرضت لجنوسايد وإبادات جماعية وانهيارات، الممالك الآرامية لم تتعرض لهذا الشيء. لماذا؟ لأنها كانت ممالك وليست مملكة كاملة، كانت ممالك منتشرة على هذا الخط كلته. نعم. فقدرت تحافظ على نفسها، وأكبر دليل على محافظتها على نفسها أنه هي حافظت على لغتها الآرامية، اللي اليوم كل المكون المسيحي في العراق يتحدث اللغة الآرامية أو السريانية التي هي لغة السيد المسيح. في وقت وضع الدستور في 2003 لأسباب عديدة ولتدخلات وما أريد أدخل بها الأمور المعقدة لأنها متعبة ومزعجة، شخص قرر أو شخصين أو من كان أن يمسح هذا الشعب من الوجود بمساحة. ماكو شيء اسمه سريان في العراق، واختزل هذا الشعب اللي أنا واحد منه اليوم، أنا سرياني وما أقبل أكون غير سرياني، اختزل هذا الشعب كله في أن يبقون لغة وثقافة. وانتهوا هذول الشعب بفجأة، بلحظة، بقرار من شخص ينهي وجود شعب كامل له تاريخ وله حضارة. وإذا أنا هاي الكلمة قلتها لفخامة فؤاد معصوم رئيس الجمهورية عندما زرناه، قلت له إذا الدنيا كلها سكتت في أنه موجود في العراق سريان، الحجارة ستنطق. دير مارمتة من القرن الرابع الميلادي
دير سورياني، دير ماربهنام من القرن الرابع الميلادي، دير سورياني. كنيسة مارتومة في الموصل من القرن الخامس الميلادي، كنيسة سوريانية. وإلى ما ذلك من أمور التاريخ والأحجار في هذا الوطن تتحدث بوجود السوريان كشعب وليس كلغة وثقافة. ففجأة مسحوا وصاروا يكتبون أنه أكو في هذا العراق مكونات عديدة لكن ماكو سريان. طبعا من 2005 لما صارت مسودة الدستور، قداسة المثلث الرحمات مارغناطي الزكلة والعواص بعث برسالة شديدة اللهجة للرئاسات الثلاثة في بغداد في ذلك الوقت أنه كيف يدخل بالدستور اسم كل المكونات ما عدا المكون السرياني هو غير موجود. ما حد رد، بالحقيقة ما حد اشتغل على الموضوع بجدية بهذاك الوقت، أنا لازم أحكي كل شيء. المهم هذه أخذت له تبعية إلى يومنا هذا لما صارت البطاقة الوطنية الموحدة. كان أكو استمارة. البرلمان العراقي عندما أخذ قرار البطاقة الوطنية الموحدة ما كان أكو بيها حقل القومية. الله يطول بعمره المسؤول عن البطاقة الوطنية قرر أن يضيف حقل القومية حتى يفرق الشعب أكثر. شلون؟ ما عيب إذا ما ندخل قومية بلكي الشعب العراقي يتوحد، فما يريدون هاي الوحدة، ما يريدوها. دخلوا حقل القومية، كتبوا بيها في العراق هو عبارة عن عرب، كرد، تركمان وأخرى. أخرى يعني أشنو؟ نكرة هي إكس بالإنجليزي، إملاء الفراغات التالية. إحنا ما قبلنا بهذا الشيء. تدخلوا في أنه يوضحون، قدموا للمحكمة وللجهة اللي أصدرت هذا الشيء بمسمياتها أنه وضحوا لنا ماذا تقصدون بالأخرى. كتبوا ضافوا بعد الأخرى الكلدان والآشوريين، أيضا السريان ما موجودين. فإحنا بهذا الوقت ما قبلنا. كتبنا نحن كمطارنة السريان اللي نحن جزء من المكون المسيحي. أنا أركز على كلمة المكون المسيحي. وأنا اليوم شخصيا مثل ما هذا فكر كل الكنائس ومثل ما صدر في بياننا الموحد مؤخرا أنه نحن ككنائس مسيحية في هذا العراق نفضل أن ندعى بالوقت الحالي في هذه المرحلة الراهنة بالمكون المسيحي، لأن أمريكا تسمينا مسيحي العراق، أوروبا تسمينا مسيحي العراق، الأمم المتحدة تسمينا مسيحي العراق. هاي التسمية كي تجمعنا خلاص اليوم نحن نمشي باسم المكون المسيحي مع احترام خصوصية كل كنيسة من ضمن هذا المكون المسيحي ككلدان وكآشوريين وكسريان وكأرمن. كل واحد يحترم خصوصيته وكل واحد يحترم يعني ثقافته وتراثه وموروثه مع كل الاحترام لهذا الشيء، إلى أن يجي وقت أن يكون اتفاق لاسم آخر ما مشكلة. لكن حاليا نحن حقيقة ككنائس ما راح نستخدم غير المكون المسيحي. فالمهم قررنا نحن المطارنة السريان وكذلك أصحاب القداسة والغبطة بطاركتنا مع مساعدة النائب عن نينوى الأستاذ القاضي رائد إسحاق نائب في البرلمان العراقي. ساعدنا في أن نحصل موعد مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وقدمنا لهم مذكرة طلبنا بها رسالة من البطاركة ومن نحن مطارنة السريان 6 نحن في العراق. قدمنا لهم رسالة نطلب فيها إدراج اسم السريان في هذه الاستمارة، استمارة البطاقة الوطنية الموحدة. ليش نحن مصرين على إدراج اسم السريان؟ مو لأن حتى نقول نحن موجودين، قلت لك احنا الحجر يقول نحن موجودين قبل البشر، لكن هاي الاستمارة بعد سنين راح تصير تاريخ. اليوم نحن كلتنا شو نقول لما نريد نرجع إلى إحصائية نرجع إلى 57 صح؟ نعم. هذه الاستمارة يجوز بعد 50 سنة يرجعوا لك إحصائية يقول لك ما كان أكو أصلا بالعراق شيء اسمه سريان. فلهذا يجب أن تثبت.
ويجب على كل سرياني أن يكون حذر. وأنا أوجه الآن رسالة إلى كل السريان وأقول يجب أن نكون واحد في هذا القرار وأن نتخذ خطوة واحدة. أولا نحن قدمنا للرئيس الجمهورية ولرئيس البرلمان. رئيس الجمهورية أبدأ نوع من التعاون، أبدأ تعاون. طبعا أول سؤال سألنا أنه أنتم المسيحيين متفقين؟ شوفوا أيش قد المقابل يستخدم هذا الموضوع. جاوبنا له نعم نحن متفقين، لأن غبطة البطريرك لويس ساكو مشكورا جدا كتب رسالة هو كبطريرك الكلدان يطالب بإدراج اسم السريان في الدستور والاستمارة للبطاقة الوطنية الموحدة كحق من حقهم. وأيضا قداسة البطريرك مار جيورغيس سليوة بطريرك الكنيسة الآشورية أيضا هو كتب أنه طالب في إدراج اسم السريان. فأول شيء سألنا رئيس الجمهورية أنتم متفقين؟ قلنا له نعم نحن متفقين، وهذه رسائل من صاحب الغبطة لويس ساكو وصاحب القداسة جيورغيس سليوة بطريركي الكلدان والآشورين يطالبون بإدراج اسم السريان في الدستور واستمارة البطاقة الوطنية. قال ها إذا شكل الموضوع مليح. لكن حقيقة كان رئيس البرلمان السيد سليم الجبوري متعاون جدا، بحيث أدرج هذه القضية في اليوم التالي مباشرة في جدول الأعمال، وحاليا رفعت إلى اللجنة القانونية لصياغة قرار ليتخذ بها قرار في البرلمان العراقي. نحن ننتظر وإن شاء الله الأمور خير، وإن شاء الله الاسم سوف يدرج. أكيد إذا أدرج إحنا راح نكون سعيدين وراح نشعر أنه عاد الحق لأصحابه. وفي حالة عدم إدراجه أنا أوجه نداء لكل السريان في كل العراق وأقلم البطاقة اللي ما تعترف بكم لا تعترفون بها. وإذا لم يدرج اسم السريان في استمارة البطاقة الوطنية نحن كسريان سنمتنع تماما عن عمل هذه البطاقة. عود خلي يقولون لنا أنتم ما عراقيين ما لكم شيء بهذا البلد، خلي يقولوا لنا إياه. نحن ما راح نعمل هاي البطاقة في حالة اسمنا ما موجود، لأن أنا ما عندي استعداد أروح أكتب شيء أنا ما هو. اثنين، أقلم أنا حاليا موقف كل العالم السرياني في الخارج الذي ويزيد عن 10 ملايين سرياني عن القيام بمظاهرات على هذا الموضوع. إذا ما تم راح تكون هذه المظاهرات في كل العالم. ثلاثة، أكو دساتير تعترف بينا وتعترف بالسريان ودساتير في المنطقة. الدستور الذي لا يعترف بنا لا نعترف به، والدستور الذي يعترف بنا نعترف به وننتمي إليه. فخلي هذا الشيء يكون في الحسبان. طبعا أكيد هذا مو تهديد، ولكن هو إظهار للحق. احنا لا نهدد، لأن ما من أسلوبنا الشر أو التهديد، لكن أسلوبنا هو أنه نظهر الحق، لأن احنا ما بقى عندنا استعداد أن نغبن أو يغبن حقنا أو أن يلحق بنا إجحاف أكثر مما ألحق بنا. ما بقى نقبل بهذا الشيء، ونحن نتمنى أنه ما نصل لهالمرحلة. بالعكس احنا عندنا أمل كبير في البرلمان العراقي الذي جمعنا 100 توقيع من 100 برلماني يساند مطلبنا هذا. ونشكر نحن من خلال قناتكم كل البرلمانيين الذين وقعوا وساندوا مطلبنا، ونطالب هم أيضا، لأن نحن نعرف ونشعر أنه لازم يكونوا مع الحق ويسندون مطلبنا هذا ويثبتونه ويأخذون بينه قرار. وإن شاء الله قريبا إذا اتخذ قرار احنا كلنا راح نكون سعيدين وراح يتحقق الحق ويعود لأصحابه. سيدنا تعبناك في لا هذا الحوار، وهناك أسئلة كثيرة، لكن أريد أن أختم هذا الحوار بكلمة توجهها عبر شاشة عشتار يعني أبناء شعبنا المسيحي في هذا الحوار. أريد أقول لأبناء شعبنا المكون المسيحي اليوم بكل مسمياته التي نحبها، سوريان، كلدان، آشورين، وحتى أخوتنا الأرمن، أنه في حالة شافوا هذه الصور وهذه
الفيديوهات اللي كتنزل عن مناطقهم وعن كنائسهم، وبالذات أنا أعرف شعبنا يحب الكنيسة ويحب الأديرة. من يشوف كنايسنا مهدمة ومحروقة أريدهم يتذكرون كلمة الرب يسوع. هذا ما قاله سيدنا موسى لما كنا في كنيسة مرتشموني، كثير عبارة حلوة استقاها من الكتاب المقدس. عندما الرب يسوع شاف الفتاة طابيثة التي ماتت وأقامها، قال الفتاة لم تمت ولكنها نائمة. أريد أقلم إذا شفتم كنايسنا محروقة ومهدومة وبيوتنا محروقة ومهدومة، أريد أقلكم كنايسنا وبيوتنا لم يموتوا ولكنهم نائمون. وإن شاء الله راح تجي اللحظة وراح يجي الوقت أن يفيقون وأن يقومون بقوة الرب يسوع، وأن نرجع نعمر ونبني. ولا يتصورون هذا الشيء غريب. نحن طول عمرنا أقوياء لأن نحن نعبد إله قوي هو يدافع عنا، ولسنا نحن من ندافع عنه كالآخرين. إلهنا هو الذي يدافع عنا. نعبد إله قوي وليس إله جبان. الإله الجبان أتباعه يدافعون عنه، لكن نحن إلهنا قوي هو يدافع عننا. أريد أن طيلم في شيء للذاكرة. دير مار يوحنا الديلمي هدموا طهماسب داعش هذاك الوقت، والتتر والمغول هدموه، وبقي مهدوم 250 سنة. ولكن جاء الوقت اللي قرروا السريان المسيحيين وبهمة سيدنا صليبة في ذلك الوقت والشعب المسيحي السرياني في أبرشية الموصل والجميع، أعادوا بناء مار يوحنا الديلمي، وأعادوا بناء هذا الدير الشامخ الذي كان من القرن السابع. أعادوا بناؤه بعد 250 سنة كان تراب. فإحنا دائما تاريخنا وتاريخ آبائنا يعلمنا أنه نحن ماكو إلنا سقوط بدون قيامة، ما عندنا جمعة عظيمة بدون فجر أحد القيامة. دائما وراء كل تعب أكو فرح، وراء كل ضيق أكو انفراج، وراء كل جمعة عظيمة أكو أحد قيامة، وراء كل ظلمة أكو إشراق شمس، لأننا نؤمن بذلك الذي قال ثقوا أنا قد غلبت العالم. شكرا. فلهذا أتمنى أن يكون لهم ثقة وأن يكون لهم أمل، ولا يخافون ولا ينقهون ولا يزعلون. وغيد أقلم التاريخ سيكتب كل شيء، ومن يمر في هذه الفترة في هذه الأمور الصعبة وحافظ على إيمانه وعلى أخلاقه وعلى عقائده وعلى عاداته سوف يذكره التاريخ المجيد، لأن هنالك تاريخ غير مجيد، سيذكره التاريخ المجيد بأحرف من نور. ونحن نفتخر بشعبنا كل الافتخار الذي صمت كل هذا الصمود أمام هذه الهجمة الشرسة جدا. شعبنا المسيحي المكون المسيحي في العراق شعب عظيم يستحق أن تحنى له الجباه، ويستحق أن يقف من يلتقيهم إجلالا لهذا الشعب العظيم. شكرا. نيافة المطران مار نيقوديموس مزداود متي شرف، رئيس أبرشية الموصل وكركوك وإقليم كردستان للسريان الأرثوذكس، نشكرك الشكر الجزيل على هذا الحديث وعلى حضورك ووجودك معنا في قناة عشتار الفضائية. شكرا أستاذ شمعون، وشكرا لقناة عشتار الفضائية التي نحبها بحق، والتي هي معنا دائما في أدق تفاصيل حياتنا المفرحة والمتعبة. نشكر كل القائمين عليها، الأستاذ رازميك، الذين من وراء الكاميرات، الذين من وراء الأجهزة، أجهزة السيطرة، وكل من يتعب في هذه القناة. وأكيد ما ننسى الرابي سركيس أغجان مؤسس هذه القناة العزيزة، الذي هو أيضا نعتز به لما قدمه لهذا الشعب. شكرا جزيلا لكم. شكرا. مشاهدينا كما نشكركم أنتم على طيب المتابعة. لكم تحياتي وتحيات فريق البرنامج، نلقاكم بخير.